باش نتعداو نحكيو على لو سكاوت. عندنا ملاعبين نحبوا نحكيو عليهم. لو سكاوت. هاي سيد احمد بالله كملنا بالجانب المشرق واصرارا انه جانب بالعكس احنا مشرق. كي نجيبوا حكايات كيما هكا بالعكس باش الناس تفهم شنو اللي قاعد يصير به. كالعاده اخواتنا واصحابنا واشقائنا ولينا عائله واحده توا لي طالون تونيزيان كيما العاده متالقين ان شاء الله ديما كيما العاده. موجود السيت نتاعهم في 6 لغات وعندهم 6 صفحات فيسبوك يخدموا بطريقه بينيفولا يعني ما ثم حتى حاجه بالفلوس. تحيه لهم الكل. تحيه لهم. باش نحكيو اليوم على زوج اكتشافات اللي هما نبداو بفارس بوسنينه مواليد 13 فيفري 2006 اصيل مدينه منزل الجميل ينشط في نادي نيس الفرنسي تحت 19 سنه. لاعب قيادي يتميز بفنياته وقدرته على الاحتفاظ بالكره وحفظ اللعب في ظهر المدافعين اضافه الى تميزه في الراسيات بما انه طوله 1.83 تراوحت مشاركته عم ناول مع الزوز فئات اقل من 19 و17 سنه لنادي نيس. لعب مع الزوز لعب 15 مباراه بدوري الدرجه الاولى الفرنسي تحت 17 سنه سجل خلالها 9 اهداف واعطى 13 اسيست اضافه الى مشاركته في 9 لقاءات بدوري الدرجه الاولى الفرنسي تحت 19 سنه. فيما يخص الموسم هذا عانى شويه من اصابه ولكن بدا يرجع تدريجيا وسجل هدف. اخر مشاركه له مع المنتخب الفرنسي لاقل من 16 سنه كانت في اكتوبر 2021 وقت اللي لعب دوره وديه. لعب 105 دقائق في 3 مباريات لعب ضد بلجيكا انجلترا وايطاليا. هذايا بالنسبه لي فارس بوسنين. باهي عندنا ملاعب اخر نجم نحكيو عليه زاد كيف شرفنا يكون ان شاء الله موجود في المنتخب. الملاعب الثاني هو كريم ذويب مولود في 26 جوان 2006 يلعب في باير ليفركوزن بالدوره الدوري الدرجه الاولى الالماني تحت 19 سنه. يلعب ظهير ايسر ومتوسط ميدان يساري. تكون سابقا وقت اللي كان قبل يلعب كمتوسط ميدان هجومي ويمتاز خاصه بقوته البدنيه وفنياته العاليه ورؤيته الشامله للميدان. بدايته الكرويه كانت مع كولن وثم انضم لمركز تكوين الشباني بروسيا مونشنغلادباخ ثم تحول في 2019 2020 الى المانيا اخن حيث شارك مع الفئات الاكبر سنا عمرا يعني سور كلاسي. من بعد في 2022 التحق بفريقه الحالي باير ليفركوزن بعقد يمتد لزوز مواسم وملي وصل باير ليفركوزن فرض نفسه كلاعب اساسي لفريقه تحت 17 سنه. لعب 17 ماتش سجل 3 اهداف واعطى 3 تمريرات حاسمه قبل ما يتعرض لكسر على مستوى الكتف اصابه فرضت عليه الخضوع لراحه مده طويله. رجع تدريجيا في الشهر اللي فات لاجواء المباراه وبدا يلعب كاساسي في المباريات الوديه والاحتياطيه واحتياطي المباريات الرسميه حتى خاصه كونه يعول عليه المدرب نتاعو في كاساسي في فريق 2005. نتمنى انه يكون موجود زاد كيف يكونوا موجودين ان شاء الله ناريخا في المنتخب ويعطيوا اضافه للمنتخب الوطني التونسي. شكرا لك احمد عداله.